بسم الله الرحمن الرحيم. الاثنين 6/6/2016 قام جهاز مكافحة الإرهاب بتحرير منطقة النعيمية، وهذه حاليا محطة مياه النعيمية التي تعتبر آخر نقطة في هذه المنطقة، متوجهين على منطقة حي الشهداء، وهذه حاليا هي منازل ومشارف منطقة حي الشهداء. وإن شاء الله الساعات القليلة سوف تكون هناك بشرى إلى الشعب العراقي بتحرير منطقة حي الشهداء. والآن يتم تطهير البيوت من العبوات الناسفة والأبطال الأكسجين. جهاز مكافحة الإرهاب معروف بصولاته وبقدراته وصولاته التي بادت تكبد الدواعش الكثير من الخسائر. هذه أحد العبوات الناسفة. هذا الشارع الرئيسي الذي يفصل ما بين منطقة حي الخضراء ومنطقة حي الشهداء تم السيطرة عليه من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب. هذا الشارع الرئيسي، وكما تلاحظون قوات جهاز مكافحة الإرهاب حاليا منتشرة على هذا الشارع، والجانب الآخر يقومون بتطهير البيوت التي تحوي على الكثير من الأنفاق، فلذلك يقومون بتطهير هذه الأنفاق من أجل فرض السيطرة التامة على هذه المنطقة.